شايفين الصورة دي؟ عايزك تركز فيها كويس وتاخد وقتك. في الأول عينك هتخدعك وتقول ده فوتوشوب أو لقطة من كواليس فيلم خيال علمي قديم. كائن مرعب قاعد جنب ست عجوزة بملامح هادية وكأنهم بيتفرجوا على فيلم في يوم عادي. بس اللي ما تعرفوش ان الرعب الحقيقي في الصورة دي مش في الشكل اللي انت شايفه. الرعب كله كان مستخبي في السبب اللي مخليهم قاعدين كده. قبل ما نبدأ اعمل لايك واشترك في القناة وحط سماعاتك وركز معايا علشان هنبدأ الحكاية. الست اللي في الصورة دي كانت لغز محير لكل سكان المنطقة. كانت عايشة لوحدها بقالها سنين طويلة. الجيران ما كانوش يعرفوا عنها غير انها ست طيبة، ما سمعوش منها صوت عالي ابدا ولا شافوا باب شقتها بيتفتح غير عشان تستلم طلبات الصيدلية او طلبات اكل. وكانت دايما بتقول جملة واحدة بس: مستنية عيالي يرجعوا من السفر علشان نتجمع من تاني. بس كان في تفاصيل صغيرة محدش انتبه ليها غير متأخر. اولا كمية الشاش والقطن والمطهر اللي كانت بتطلبهم من الصيدلية كانت تكفي مستشفى بالكامل. تاني حاجة في نص الليل الجيران اللي فوق كانوا سامعين اصوات مكتومة وصوت حاجة تقيلة بتتحرك وكأن في حاجة مربوطة بسلاسل. والاغرب ريحة البخور اللي كانت مالية البيت وكأنها بتحاول تغطي على ريحة تانية. في الليلة دي النور قطع عن المنطقة بالكامل والعمارة غرقت في الضلمة. في اللحظة دي الهدوء اللي الست دي كانت فرضاه على شقتها اتكسر. خط ورزع عنيف جاي من شقتها وكأن في حاجة عايزة تطلع. الكل خاف ينزل، لكن واحد من الجيران قرر يتشجع او يتهور وينزل يشوف ايه اللي بيحصل. الخوف ان الست دي تكون بتتعرض لسرقة. وقف قدام باب شقتها ولاحظ ان الباب موارب. قرب عينه من الفتحة دي وشاف المشهد اللي غير حياته للأبد. نور فلاش كاميرا كان بيضرب كل شوية ومع كل لحظة نور كابوس كان بيظهر قدامه. شاف الست قاعدة بابتسامة باردة وجنبها كائن ضخم. الجار قلبه وقع في رجله، كان متخيل ان الست دي هي الضحية وان الكائن ده وحش دخل البيت. بس لما ركز اكتر لاحظ ان الكائن ده كان بيترعش وجسمه كله بيتنفض وايده مضمومة على بعض بخوف وكأنه طفل صغير. عينه بتتحرك في كل مكان برعب وكأنه بيدور على مخرج او استغاثة. والست كانت بتطبطب على ايده بهدوء مرعب وبتقوله ثبت ايدك يا حبيبي، الصورة هتطلع مهزوزة ودي اخر صورة لينا مع بعض. الجار بلغ الشرطة وهو بيترعش، ولما القوة وصلت اقتحموا المكان ولقوا الكاميرا محطوطة على حامل ومظبوطة على وضع التصوير الذاتي. ولقوا المشهد زي ما هو، الست والكائنات اللي معاها سايبينهم ثابتين في مكانهم. المفاجأة ما كانتش بس في وجودهم، المفاجأة كانت لما الفريق البحث الجنائي فحص البيت كله. اكتشفوا ان مفيش اي اثر لاقتحام خارجي. الشبابيك كلها متقفلة من جوه بمسامير صلب وكأن البيت ده سجن. الغرفة الداخلية للشقة كانت عبارة عن غرفة تعقيم. ولقوا بدل واقنعة غريبة معمولة باتقان مرعب. بس المواد المستخبية في الاقنعة دي ما كانتش مجرد قماش وبلاستيك. الشخص الثالث اللي كان واقف ورا زي الحارس كان لابس قناع بيغطي وشه كله ما عدا عيونه، وكان مربوط بحزام جلد في الحيطة علشان يفضل واقف مستقيم طول فترة التصوير. التقرير الطبي واللي هنحكيه بحذر كشف ان الست دي استغلت شغلها القديم كممرضة وكانت بتعمل تغيرات جسدية دايمة، قرون ناتجة عن تدخل طبي غير طبيعي، تشوه الجسم بسبب دعامات ومشدات بتغير شكل الظهر والكتف. الأقنعة ما كانتش بتتشال، كانت مثبتة بشكل دائم كأنها جزء من الجسم. كانت بتستخدم مواد تخدير وبتسبب شلل مؤقت مع وعي كامل، شايفين وسمعين بس عاجزين تماما. الدافع ورا كل ده لقوا مذكرات مكتوب فيها جملة واحدة متكررة في كل الصفحات: مش هسمح ليهم يبعدوا عني تاني، هغيرهم علشان ما يعرفوش يخرجوا للناس، هيفضلوا معايا للأبد. واللي هيخليك تترعب بجد وتعرف حجم المأساة انهم لقوا فيديو شغال وبيسجل صوت وصورة وقت التقاط الصورة دي. اسمعوا معايا الحوار الاخير اللي دار بينهم قبل اقتحام الشرطة بدقايق.
mother! Stop! Please! Help! Help! Shut up. الابن توفى بعد إنقاذه بأيام متأثرا بحالته الصحية. الحفيد لسه عايش في المصحة نفسية، ما بيتحركش من مكانه، ما بيعملش أي رد فعل غير إنه بيبرق بعينه كل ما يشوف كاميرا. الست دي حولت عيلتها لدمى حية علشان تفضل محتفظة بيهم في صورة عائلية مثالية. الصورة دي ما كانتش للذكرى، دي كانت وثيقة إعدام أرواح كانت لسه بتتنفس.